طيب في بقى ملحوظه ثانيه عايز اقولها لك. لو انا جيت هنا وقفت على الفورم دوت فاليو، تمام، جيت وقفت عليها بالماوس، هلاقي هنا كاتب لك ان التايب بتاعها اوكي مظبوط عادي جدا مفيش مشكله، بس هو حاطط لك كلمه بارشل. هو ليه هنا حاطط بارشل؟ يعني ايه بارشل اساسا؟ بارشل معناها ان اي واحد من دول ممكن ما يبقاش موجود عادي جدا، سواء ما ممكن تلاقي الفاليو بس من غير سكيلز ما ينفع، طب فاليو بس من غير نيم اساسا ينفع. طب ازاي؟ فاكر الفيديو اللي فات لما احنا قلنا ان انت لو عملت ديسيبل لاي كنترول فيهم مش هتلاقيها موجوده في الفاليو اساسا؟ فبالتالي عشان خاطر الموقف ده، او عشان خاطر لو انت عملت ديسيبل لاي واحد فيهم، فعامل لك ان التايب بتاع الفاليو بارشل. لكن لو جيت عملت جيت رو فاليو، تمام، وجيت وقفت عليها بالماوس، هتلاقي ايه؟ مفيش البارشل، هتلاقي مديك التايب عادي جدا زي ما احنا اتفقنا ان الجيت رو فاليو يديك الفاليو كلها على بعضها حتى لو كنترول ديسيبل، وبرده في نفس الوقت هتلاقيها برده مديلك ايه؟ المقترحات عادي جدا. طيب فاضل حاجتين، فاضل نعرف حكايه النالبل والنون نالبل والفورم بيلدر ايه وضعه في الليله دي، ونعرف ازاي اصلا بنعمل ديزاين للفورم ريكورد، او بنستخدم فورم ريكورد عشان نعمل ديزاين في الفورم او في الاتش تي ام ال. تعال نشوف اول حكايه الفورم بيلدر.